المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية طيبة نزفها من تلفزيون دولة إريتريا، ونستهل نشرتنا كالعادة بأبرز العناوين. شركة التأمينات الوطنية تعقد اجتماعها 21 الدوري. دعوة لرفع الوعي العام حول إدارة المخلفات البلاستيكية في إقليم عنسبة. مسؤول الصحة العامة في مديرية عالدخالة يدعو لتوخي الحذر في محتوى نوعيات الغذاء. روسيا تنشر حاملة صواريخ كروز في تدريبات بحرية في دول البلطيق. ترامب يصرح من أن إيران لن تخصب اليورانيوم والخيار العسكري وارد. ومسؤولون أمريكيون وصينيون يتبادلون الانتقادات بشنغهاي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد شركة التأمينات الوطنية اليوم 7 يونيو في فندق أسمر بلاس اجتماعها الدوري 21 للشركاء الذي أعلن فيه أن فائدات الشركة وصلت إلى 92.4 مليون نقفة في العام الاستثماري 2024. وأفاد المدير التنفيذي المكلف السيد باولو استخلاف في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أفاد أن الشركة تمكنت من جمع 324 مليون نقفة من الخدمات العامة التي تقدمها الشركة، مما مكن من الحصول على 92.4 مليون نقفة من الفوائد، مشيرا إلى تخصيص 84.2 مليون نقفة من قبل مجلس الإدارة ليتم توزيعها على الشركاء. وأشار رئيس مجلس الإدارة السيد جبر برهام معرطاب بدوره إلى أهمية كفاءة شركة التأمين الوطنية واجتماع الشركاء السنوي، وأن خسائر الحوادث في عام 2024 فاقت تلك التي سجلت في عام 2023، مما أثر على الأعمال التقنية سلبيا بالرغم من الدخل المرتفع من خدمات عام 2024. وأوضح أن التأمينات الجماعية رفعت من فوائد الشركة التي بدورها ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بذكر أن 10% من الدخل العام كان من التأمين الشخصي نتيجة الجهود التي بذلت. وطرح الشركاء بعد مناقشة التقارير التي قدمت لهم طرح المحافظة على إيجابيات الشركة والعمل إلى تحسين الأداء الخدمي وتجنب الأخطاء الإدارية التي تظهر من حين إلى آخر. وانتخب المشاركون مجلس إدارة جديدة ليخدم في الأعوام التالية بتحديد المكان والزمان الذي سيقام فيه الاجتماع الدوري 22 من العام القادم. قدمت دعوة في الاجتماع الذي أقيم على مستوى إقليم عنسبة يوم 5 يونيو في مدينة كرن حاضرة الإقليم إلى العمل الجاد لرفع الوعي العام حول الحفاظ وإدارة المخلفات البلاستيكية. وحث ممثل قسم الزراعة والأراضي بإقليم عنسبة السيد جبر مسكال تولدي في كلمته، حث المعنيين إلى العمل المتضافر والجاد في رفع وعي المجتمع في التعامل مع المنتجات البلاستيكية لتجنب الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عنها، موضحا الآثار الجانبية للبلاستيك الضارة بالبيئة والتنوع الحياتي. وأضاف السيد جبر مسكال تميز البلاستيك في سهولة استعماله واعتباره بديلا لمواد أخرى كثيرة في الاستهلاك اليومي في حياة الإنسان التي تسارعت منذ اكتشافه في القرن العشرين. وذكر مسؤول فرع البيئة في الإقليم المهندسة مريم جبر هيوت أن الأدوات الطبية والإلكترونية بالإضافة إلى الأدوات المتعلقة بالتعامل واستخدام الأغذية هي من أخطر المنتجات البلاستيكية التي يعتمد عليها الإنسان حاليا، مشيرا إلى الدمار التي يتسبب فيها البلاستيك من سد خطوط الصرف الصحي واتساخ البيئة وخفض خصوبة التربة، بالإضافة إلى الإخلال الصحي في صحة الإنسان والحياة البرية منها والبحرية، ناهيك عن أنه أحد المسببات الرئيسية للتلوث البيئي. وناشد بدوره المواطنين وجميع المؤسسات إلى تحمل المسؤولية حيال السيطرة على أضرار الاستهلاك والتعامل مع المنتجات البلاستيكية بطريقة صحية للبيئة والنمو الطبيعي والاقتصادي. وشدد المشاركون إلى ضرورة التعامل الجاد والصارم في مراقبة الاستعمال الغير قانوني للبلاستيك، باعتباره
غير قانونية حسب القوانين البيئية المتبعة في إريتريا، والسيطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المواد البلاستيكية التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وفرض عقوبات صارمة لمستهلكي البلاستيك في الأسواق. دعا مسؤول الصحة العامة في مديرية عدو خالد الدكتور روبيل تقلاب المجتمع لتوخي الحذر في محتوى ونوعية الغذاء الذي يتم تناوله، وأوضح أن 30% من سكان الدول المتطورة يصابون بأمراض مرتبطة بالأغذية ويموت منهم الآلاف، مشيرا إلى أن الوضع أسوأ غير النامية والدول النامية. وقال إن المواد المنتهية الصلاحية ليست فقط من الأغذية والمشروبات، بل أيضا في مواد التجميل والنظافة والطبية والأدوية وغيرها، وعلى المواطنين توخي تاريخ الصلاحية عند الشراء. وذكر بأن أنشطة التفتيش الفجائية في المرافق التجارية لها أهمية كبيرة في التعرف على صلاحية المواد والنظافة. وأوضح الدكتور روبيل أن الوقاية خير من العلاج، مناديا الشعب لعدم تناول الأغذية المعلبة واستخدام الأغذية الزراعية الطبيعية المنتجة في محيطه. تلقى 51 طالبا ومعلما في مديرية كرن دورة تدريبية في الرسم في إطار برنامج مكتب التعليم في المديرية للتعرف على هوايات الطلاب وتطورها. شارك في التدريب الذي استمر ل3 أشهر طلاب المرحلة المتوسطة من مختلف المدارس. وقال مسؤول مكتب التعليم في مديرية كرن الأستاذ يوسف أغبا سلاسة في مراسم اختتام الدورة التدريبية في 5 يونيو، قال إن الهدف هو تنمية هوايات الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي، داعيا لتشجيع أولياء الأمور والمعلمين. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن عون المعلمين ضروري لمعرفة الطلاب على هواياتهم وتطويرها، وناشد المشاركون في التدريب إلى استمراريته لأهميته الكبيرة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا نشرت 20 سفينة منها 4 سفن تحمل صواريخ كروز من طراز كاليبر البحرية بمدى فعال يبلغ 1500 كيلومتر في مناورات دورية تجري في دول البلطيق منذ 27 من مايو. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المناورات الحربية تشمل سفنا حربية و25 طائرة وأنظمة إطلاق صواريخ كروز أرضية متنوعة و3000 جندي من أسطولي البلطيق والشمال الروسيين، بالإضافة إلى منطقتي موسكو ولينغراند العسكريتين وسلاح الجو الفضائي. وتجري المناورات الروسية بالتوازي مع مناورات بالتوبس 25 البحرية الروتينية لحلف الشمال الأطلسي الناتو التي تجري من روستوك الألمانية، والمقرر إجراؤها في الفترة من 3 إلى 21 من يونيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمحا إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضدها، لكنه لا يريد فعل ذلك على حد قوله. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قال في وقت سابق أن الرئيس ملتزم بمسار التفاوض غير المباشر، وعبر عن أمله في أن تتوصل بلاده إلى اتفاق، لكنها ستكون على استعداد للخيار العسكري إن استمرت إيران في عملية التخصيب وتمسكت بقدراتها النووية. وقد أجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب. وبشأن الخيار العسكري المحتمل، قال المدير العام للوكالة الذرية رافائيل جروسي إن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة، وبرر ذلك بالقول إن المنشآت الأكثر حساسية موجودة على عمق 800 متر تحت الأرض. وفي المعسكر المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تتهم إيران زورا وبهتانا بعدم الامتثال لاتفاقية الضمانات بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة عبر تقارير مسيسة بهدف افتعال أزمة. تبادل مسؤولون أمريكيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفالية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير المزيد من الثقة للشركاء الأمريكية العاملة في الصين. صرح سكوت ووكر القنصل العام للقنصلية الأمريكية في شنغهاي أمام تجمع للشركات الأمريكية للاحتفال بالذكرى 110 لتأسيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة لفترة طويلة جدا. وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عرض تشين جينغ المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية وجهة نظر ووكر يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين في ظل استمرار تصاعد الحرب التجارية. في الخبر الأخير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمال تشيلي من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20,000 شخص وفقا للسلطات. ووقع الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي الماغورو وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل. وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن. وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو على بعد 800 كيلومتر شمال العاصمة سان دييغو. وتعد تشيلي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تلتقي على أراضيها 3 صفائح تكتونية هي ناسكا وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. شركة التأمينات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري 21. دعوة لرفع الوعي العام حول إدارة المخلفات البلاستيكية في إقليم عنسبة. مسؤول الصحة العامة في مديرية عالدخالة يدعو لتوخي الحذر في محتوى نوعية الغذاء. روسيا تنشر حاملات صواريخ كروز في تدريبات بحرية في دول البلطيق. ترامب يصرح من أن إيران لن تخصب اليورانيوم والخيار العسكري وارد. ومسؤولون أمريكيون وصينيون يتبادلون الانتقادات بشنغهاي. سادتي السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.